ايه اسئلتك يا استاذ صلاح؟ السؤال الاول، على هنا كده شويه. انت بناء على كلامك ان البيزنس از فاينانس اند اوبريشنز، حلو الكلام. وفوقيهم innovating idea. انا عارف ان انت you don't like boring او you don't like innovation، او انت دايما بتقول يعني الابداع ده مش حاجه ضروريه، ولكن انا عكسك تماما في النقطه دي. انا بقول ان الابداع هو اصلا الضروري. انا بقى شايف ان انت ما بتعملش كده. لا، بعمل كده، بص يا ببدع سيدي، في نفس الحاجه اللي هي انا مش. شايف ان انت بتحط على 80% of the existing، بتطبق مبدأ بريتو، بتحط 20% innovation فبيعمل full transformation للبيزنس. ماشي، هو ده still it's a part of innovation. حلو، even if you're gonna innovate 1%. جميل. انا بقى مش مختلف على ده. ماشي، يعني بلبن الانوفيشن في ايه؟ يعني انت لما نيجي نشوف كده البورتفوليو اللي انت بتشتغل فيه ما شاء الله، خلينا نقول موكاي. موكاي انت الانوفيشن بتاعك كان ميكس اند ماتش. كان everything under one umbrella. ميكس كان اند ماتش. فكرته انه السوشي كان منفصل، الانترناشونال فود كان منفصل، الشيشه والدرينكس كان منفصله، فان انت ازاي تجمعهم كلهم في مكان واحد. فانت لم تخترع السوشي لا، ولا لما اخترع ولم الانترناشونال تخترع فود. الشيشه ولا الانترناشونال فود. انت اللي انا اخترعت ان جمعتهم انت كل ان انت تجمعهم جمعته. كله under one umbrella. حلو قوي. ايجي بابي ده ايجي اخترع بقى، بابي. ده اخترع بقى تماما. انا علشان مش فاهم في الحاجه بتاعت ايجي بابي ده كان المجال ده اصلا مفيش فيه حاجه اسمها محل سبلايز. سبلايز. كانت السبلايز كلها لو فيري لو كاتيجوري، وكانت كلها حاجات محلي، وما كانش في حاجه مستورده، وما كانش في براندز، وما كانش في محل تخشه تحس بلاكجري فيلينج، برغم ان هو مجال لاكجيريوس اصلا. اللي عنده كلب ومعاه فلوس يصرف عليه ده حد اصلا اوريدي مرفه. كان المحلات زمان لو جاب كلب شراس ينزل ايوه بالخناقات بالظبط، اللي هو وبتاع. يقول لك كاسحه وعراقيب ومش عارف ايه، حاجات اللي هي ودانه واقفه. ده وحط واكله له بيض. شطه. فكان هو ده الكونسبت. فانت لما تكون عايز تعمل كونسبت تفهم الناس فعلا البيزنس ده بشكل مختلف، فده كان ابداع الصراحه في وقتها. وبيكي باربر. بيكي باربر ده بقى حول التراديشنال بيزنس البورينج بيزنس الممل الى بيزنس ممتع جدا، لدرجه ان الناس بتقضي وقت مش مستني ان هو يخلص الحلقه ويجري، لا ده بيخش يستمتع. فده اصلا هو ده الوقت ان انت توجد الليجر تايم فور مان. ده يجيبنا بقى لسؤال مهم، انت ليه في بيكي باربر ما دخلتش مثلا حمام مغربي ومساج؟ عشان انا بتاع السبيشاليتي، انا تخصصيه في كل حاجه، انا ما بحبش اوزع. يعني لو خدت بالك ايجي بابي ما بيبيعش حاجه غير بس الكلاب، بيبيعش الحيوانات التانية. اصلا. اتس اونلي ايجي بابي، اوكي، انا مش فاكر ايجي ان هو بيتس. اسمه كده ودي لا، حاجه البيتس. اي لايك سبيشاليتي، انا بحب التخصصيه جدا. فبيكي باربر از ا بيور اوثنتيك luxurious باربر شوب، محل حلاقه رجالي غير تقليدي ترفيهي، فيري هاي اند، اوكي بيخاطب الناس الهاي اند. ماشي. انا النهارده بقى واحد لسه جاي جديد وعايز ده اخش البيزنس، ادرس ايه؟ انا عارف ان هي علم تراكمي وان احنا ما بنبطلش تعليم يعني. ايه الستارتنج بوينت؟ would it be finance or operation or sales or marketing or HR؟ بص، انا من وجهة نظري ان انت عشان تبتدي بيزنس دي حاجة اوريدي اصلا هي فيري complicated. عشان تخليها less complicated عندك اوبشن من اتنين، يا اما ان انت تشتري النو هاو وتشتري المانجمنت لو معاك فلوسهم، وتبقى انت مجرد تشيرمان ودي بفلوس. ماشي. يا اما انت تكون قادر على ان انت اللي تكون النو هاو اوف مانجمنت، وعشان انت تكون النو هاو اوف مانجمنت دي محتاجه set of skills and knowledge. هنا بقى نيجي لسؤال مهم. اشتريت النو هاو، ازاي اضمن ان هم ما يضحكوش عليا واني اعرف اقدرهم؟ ان انت بتشتريش النو هاو من كشك في الشارع، انت بتشتري النو هاو ده من شركات اداره قويه، شركات. يعني انا دلوقتي واحد عايز استثمر وافتح مشروع، مثلا عايز افتح مطعم برجر، ايه اللي يخليني ما انزلش اخد الفرانشايز بتاع براند محترم اديهولي وانا ماليش اي دور؟ انا دوري ان انا صاحب البيزنس. ما هو انا عايز ابقى صاحب بيزنس. عايز فيش عايز ابقى انوفيتيف. حلو، عشان تكون انوفيتيف بقى لازم يكون عندك الشخص التاني، ان انت تكون عندك سيت اوف سكيلز اللي تأهلك ان انت تبقى انوفيتيف اصلا. طب انت ازاي هتكون انوفيتيف بدون ما انت تكون عندك السيت اوف سكيلز؟ يعني انا لما افكر مثلا في بيكي باربر، انا اخترعت معادله ماليه تخلي البيزنس ما ينفعش يخسر مثلا. يعني ايه؟ تقول لي يعني ايه؟
اقول لك انا كل حاجه في البيزنس بقت عباره عن نسبه من المبيعات. ما عنديش فيكست كوست. الايجار نسبه من المبيعات، الرواتب نسبه من المبيعات، البرودكتس نسبه من المبيعات، كل شيء اللي هو اساس المصروف نسبه من المبيعات. فانا لما اجي ببص على قائمه الدخل بتاعتي اخر الشهر، عارف ان الايجار 15% والرواتب 20% والبرودكتس 5% والنسريات 10%، فانا مصفي 45%. طب ازاي بتلعب اللعبه دي في الفيكسد كوست؟ مفيش فيكست عندي. انا بقولك ما عنديش فيكست كوست. حولت الفيكست تو نوت فيكست. ازاي؟ وده اللي انا قلته لك. خليت الايجار في ديلاتي في ايجارات المحلات مع كل المولات ومع كل حاجه عباره عن نسبه. نسبه اسمها بيسموها تي او ار، تيرن اوفر رنت. تيرن اوفر رنت يعني بيشوف بعت بكام وياخد نسبه. لما بتكون تشين وبراند قويه بتقدر تفرض شروطك. فانت العب في الاول وطاطي الى ان تصل الى مرحله انك تعرف تنيجوشيت على الترابيزه انت عايز ايه. ولما الناس رواتبها في السوق تبقى اقل من اللي يقدر يحققوه عندك، تقدر تقول لهم هتاخدوا نسبه من المبيعات اللي بتحققوها. فايه اللي هيحصل؟ السوق هيتفلتر لوحده. الناس الضعاف في البيع عندك هيستقيلوا ويمشوا. التقال في السوق اللي عند المنافسين عندهم بيع كبير وبياخدوا رقم قليل هيجيبوا عملائهم ويجوا لك، لان هو هياخد نسبه اعلى عندك. فانا بقى حولت الفيكست كوست الى النوت فيكست كوست، لفاريبل كوست. انت نقدر نقول ان انت فاينانس دريفن بزنس مان. طبعا انا اصلا كل الحاجات دي محورها فاينانس. الحاجات دي كلها ايكويشنز ماليه، ولا كنت تعددت الطرق والموت واحد. انا بالنسبه لي كل اللي انت شايفه ده وراه معادلات ماليه بحته. ايا كان ايه اللي بيتباع او ايه اللي بيتقدم كسيرفيس او برودكت، كله بيفيت ان ايكويشن مالي. الايكويشن المالي ده لازم ما يخرش الميه ويبقى ليه موديفيكيشن، عامله زي الستوب لوس كده وانت بتتريد ولا اي حاجه. هو بيتريل الفوليوم، يعلى معاك فيعلى معاه الايكويشن، تنزل تادابت، فانت بتمينيمايز الريسك بالشكل ده. how will you do it if you don't understand finance؟ معظم الناس بقى اصلا اللي بتعمل مشاريع بتفهم في النو هاو بتاع البيزنس وما بتفهمش في النو هاو الاداري. تكنيكال وكلهم كده. ليه اكتر واحد بيفشل في الدنيا هو الشخص اللي هو صاحب مهنه معينه بيروح يفتح مجالها؟ الميكانيكي اللي بيفتح ورشه، الشيف اللي بيفتح مطعم، والشيف اللي بيفتح مطعم. وكل واحد هتلاقيه من دول تلاقيه حجمه صغير قوي، يا دوبك بياكله ويشربه ويعيشه، بس مفيش حد من دول بيسكيل. فانا بالنسبه لي رقم واحد في كل حاجه هي دي. بص من الاخر هي مش فاينانس واوبريشنز، هي فاينانس وسيلز. اوكي. ازاي تعمل المعادله اللي ورا بتاعت المصروف، وازاي تعرف تبيع تجيب الريفينيو. اهم اداره في اي شركه هي اداره المبيعات، لانها هي اللي بتجيب الفلوس. الاداره الوحيده اللي مش كوست سنتر. بس انت كده محول بقى ان كل الموظفين اللي عندك سيلز بوينتس. كل الناس اللي بره الاداره هم سيلز بوينت. ليه بقى سيلز بوينت؟ لان كل واحد فيهم ريفينيو جنريتور، كل واحد بيطلع فلوس. هو بالنسبه لي هو البريد اند باتر بتاع اي بزنس هو الفلوس. كل ما واحد اتحول لطريقه ان هو يجيب لك بيها فلوس زاد الريفينيو ان كان النشاط والمجال. فمش فارقه، مش فارقه ايه النشاط والمجال بتاعي. في مطاعم هيبيع الويتر لازم يبقى بياع رهيب، يعرف يعمل كروس سيلينج ويشوف العميل، ومش بس اب سيل وات تو ريكومند. يعني انا مثلا عشان اقترح شاتو بريون، شاتو بريون ده طبق لحمه ثمنه 1600 جنيه، علشان ابيعه انا لازم اختار العميل معين اللي معاه اسره عامله ازاي، اللي مفتاح عربيته عامل ازاي، اللي لابس ساعه عامله ازاي، اللي ريحته عامله ازاي. يا اخي ده اسوء حاجه ادخل المطعم واقول له ترشح لي ايه، يقول لي هو انت بتحب ايه؟ ما انا لو عارف مش هسالك. معناها هي doesn't understand sales خالص. انا بجيب الحلاقين اقعدهم هنا. طب ايه احسن حاجه عندك؟ قول لي كله حلو. خلاص مش هات لي ميه. هو مش فاهم بيع، انت راجل بتدرس بيع. البيع ده ليه فن؟ هو فن ولا مدرسه؟ ميكسد. كام برسنت وكام برسنت؟ كام برسنت؟ والله انا شايف يعني لو هتشيل الفن من المعادله افضل ماشي في الاول بالساينس، وبعد كده بالاكوايرنج والاحتكاك بالناس هتحول سيمليس ارت، تحول عندك لموضوع. بس هو موجود عند ناس كتير بالفطره، فخلينا نقول ان هو ارت that can be scientific، يعني can be put in a scientific term. زي اللي صوته حلو بس محتاج يروح يتعلم ازاي يعرف يقول العرب ويعرف يطلع الاصوات، صح؟ 100%. يعني الحاجه الوحيده اللي شايف ان هي ما بتنفعش، ما بعرفش اعلمها للناس، لو هو مفتقد لاساسيات الكوميونيكيشن والايموشنال انتليجنس. بالظبط. هو اللعبه. انا اصلا بالنسبه لي بقى الارت هي از نوت ذا ارت اوف سيلينج، اتس ذا ارت اوف كوميونيكيشن، اللي هي اسمها الكاريزما. هي اللي انت بتبقى موهوب فيه هو الكاريزما،
بس انت لو مش فاهم ازاي تستخدم الكاريزما دي في البيع، تروح في ده. في الاخر هتبقى رغاي. صح. هتبقى واحد بتقول كلام اللي هو ملوش اي جدوى. أجري. ايه تاني؟ What is your questions؟ نيجي للسؤال. انت كنا داخلين خناقه دلوقتي او جدال. assets versus income او wealth versus income. اللي هو richness، الغنى والثراء. الغنى والثراء. الغنى ولا الثراء؟ انت تفضل ايه؟ تيجي تقعد.